مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل الكل يقيم له العزاء، وشخصية معروف ونقط بعد ما أريد أذكرها خليها، وكلنا نقيم له العزاء ونعلم إنه سفير الإمام الحسين، وهذه بديهيات. مسلم ابن عقيل قاد دولة أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة كما تعرفون. الكوفة فيها مشارب كثيرة، كانت مسيح فيها كثير، وكانوا فيها مسلمين، وكانوا فيها من بني أمية ومن الخوارج ومن النواصب ومن الشيعة، والشيعة كانت فيها قلة. جاء مسلم بن عقيل 70,000 أيها الأخوة، دولة كاملة. الروايات تقول 70,000 سيف كانت مع مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل إلى الآن في التاريخ السني، في التاريخ العلماني، في التاريخ الغربي مو الشيعي، لم تشكل دولة وفيها قوة عسكرية وفيها جيش، وسقط الكوفة. والكوفة كانت ثاني حاضرة إسلامية بعد المدينة، بعد مكة، ثاني حاضرة إسلامية، عمل بها دولة، سقط الدولة الأموية وأخذ هذه الدولة، وبدأ الزرع والنمى وكل شيء لم يتوقف، ومشت العجلة طبيعي. التاريخ المعاصر إلى الآن ما يذكر قط إن مسلم بن عقيل سرق أو حكومته سرقت، أبد. هذا التاريخ أمامك. وهم كانوا يريدون يضربون الحسين بمن؟ بمسلم. لماذا؟ لأن واجهت الثورة مسلم. إذا انضرب مسلم انضرب الحسين. كتاب الحسين واضح: إني أرسلت لكم ثقتي من أهل بيتي. خلي يسمع كل من أخذ منصبا في التيار، أو أخذ حظوة، أو أخذ قرب مادي أو معنوي، هذا يمثل واجهة للحسين. واجهت الثورة مسلم بن عقيل، وجه الثورة مسلم بن عقيل، شرف الثورة مسلم بن عقيل، أهداف الثورة مسلم بن عقيل، الوصلة البيضة للثورة مسلم بن عقيل. إذا اللكع الحسين، اللكعة الثورة. راسة أهل الكوفة والناس يقول لك داز لنا واحد حرامي بواق يركض بورا الموانئ والأرصفة، ويركض بورا الكومانشيتات والمقاولات والأراضي. هذا الواقع مال الناس سابقا وحاليا. التاريخ يذكر أن مسلم وحكومة مسلم لم تسرق، لم تسفك دم، لم تنتهك عرض، لم تجلد، لم تضرب، لم تسرق، لم يجفل بها مسيحي أو نصراني أو يهودي أو ناصبي. وكانوا مرجئة كثير، وهم أعداء لأهل البيت كثير في الكوفة. شلون سار بها مسلم؟ شلون قادها مسلم؟ هذا الفتح اللي نتكلم عنه نتيجة مسلم قتل، نتيجة مسلم سحقة الأمة، اختيار الأمة، فشل الأمة مع مسلم. 70,000 بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين. والكوفة كان الخلفاء الثلاثة السابقين يقول كل انتبه، كل ما نرفد به الفتوحات الإسلامية من المال والرجال يأتي من الكوفة. الفتوحات الإسلامية انبنت، وصلت للصين، انبنت على أموال العراق ورجال العراق. علي بن أبي طالب أول ما اجت الخلافة لف الحصان مالته وعائلته وطلع، قال له وين؟ قال لهم إلى العراق. قال له أنت هنا بالمدينة، بمدينة رسول الله. قال لهم ذاهب إلى حيث المال والرجال. أمير المؤمنين سبب انتقالته إلى العراق، قال له وين؟ هاي المدينة، مدينة رسول الله، هاي الحجاز، هاي قريش، هاي مكة. قال لهم ذاهب إلى حيث المال والرجال، مصنع المال والرجال. اجى مسلم بن عقيل أخذ المال والرجال، بيت مال المسلمين. لكن مسلم بن عقيل يدري
أبوه عقيل أملق، افتقر، ببيته ماكو قرصة خبز. أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: أما والله لقد رأيت عقيلا أملق ما عنده أي شيء يأكله، فلس هو ونساءه وأبنائه، أملق. وعقيل أواخر حياته أعمى صار، انعمى. أما والله رأيت عقيلا، أبو مسلم بن عقيل، رأيت عقيلا أملق، ورأيت أبناءه شعث غبر سود من الجوع، أولاده وسخين شعثين مسودين من الجوع. فجاءني متكررا جيب ورا جيه، كل ساعة ودق الباب علي، أنا خليفة المسلمين، يا علي أعطني، طيني، أنت خليفة المسلمين، أنت الأموال كلها يمك، أنت البرلمان كله يمك، خزينة العراق كله يمك، مصرف الأنصاري كله يمك، ميزانية العراق كلها يمك، أعطني. فقال له: يا عقيل إن لي خراجا نتقاسمه أنا وأنت، أنا عندي راتب، الخراج راتب، عندي راتب، لما يطلع الراتب أقسمه، نص لك ونص إلي. قال له: ذلك طويل يا علي. قال له: ما أقدر أمد إيدي على بيت مال المسلمين. ذهب، رجع له بالليل يقول: أما والله طرق بيتي نهارا صباحا ليلا، قام يلح. لما شاف أمير المؤمنين لح وهو أعمى يقول: فحميت له حديدة، لما احمرت فقال له هاك، لما قال له هاك هذا شعباله الطاه لزمها، يقول: فصرخ ذي مدنف من ميسمها. شلون اللي احترق بعد حديدة وحارة ولزمها. قال له: قتلك الله يا علي، قتلتني. قال له: ويحك يا عقيل، أتجرني إلى نار سجرها ربها لغضبه. الله شعل نار الغضبة، مو رحمته، مو اللهوة، مو اللعبة، الله رب النار وكان غضبان وشعل نار. شلونها هاي النار بربكم؟ شلونها؟ يقول له: أنت جاي تجرني لهاي النار وتعيط من نار أنا سجرتها عبدها للهوه ولعبه؟ لا والله، لو أعطيت الأقاليم السبعة، مو الدنيا، مو منصبكم، مو كرسي بالبرلمان أقتل به الشيعة، لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في جلبة شعير، لقمة شعير، قطعة شعير من فم جرادة أو نملة، لما فعلت. هذا عمق مسلم بن عقيل، هذا تراث مسلم بن عقيل، هذا فكر مسلم بن عقيل. أعداء لم يشكلوا له خرق أمني، خرق اقتصادي، خرق عسكري، خرق تربوي. منو بينا مثل مسلم بن عقيل إذا لزمنا البرلمان؟ منو بينا مثل مسلم بن عقيل إذا لزمنا العراق؟ منو بينا مثل مسلم بن عقيل إذا كنا مدراء في جهة ما أو مدير في دائرة ما أو يجي فلان الفلاني كبير من كبار أمير المؤمنين إلى بيت مال المسلمين، يلقى علي جاي يكتب، يشوف الأموال وين راحت، سراج دهن بفتيلة يشعل أمير المؤمنين للضوء. قال له: جئتني بأمر العامة أم الخاصة؟ جئتني بأمر الناس والمسلمين، لو أمر خاص بيك؟ قال له: لا، أمر خاص بيك. طف ضوء، شعل ضوء. قال له: ليش؟ وعوف هاي الشمعة. قال له: جئتني بأمر خاص، وهذه من أموال المسلمين، وهاي من راتبي، أنت جايني بأمر خاص. هاي شنو هاي؟ وين تحطها؟ وين الشيعة منها؟ وين حكام التشيع منها؟ وين أصحاب الأحزاب منها؟ وين اللي تسلطوا علينا منها؟ وينهم؟ هذا مسلم بن عقيل. أعداء لم يسجلوا عليه خرق، لم يسجلوا عليه انتهاك ثرج أو عرض أو دم، وهو سفير وواجهة لأبي عبد الله الحسين. انتفضت عليه الناس، اجت البعران، اجت التاهوات المضللة شايلة أموال ومناصب وقطع أراضي انفض بين ليلة وضحاها. والقصة أنتم كلكم أصحاب المنبر جزاهم الله خيرا انطوكم إياها قبلي، ما أريد أكررها. بين ليلتين انفض كل الناس من مسلم بن عقيل بمفردة، هو وامرأة فقط. جيد، بقى وحده، المختار بقى وحده، محمد الصدر بقى وحده،
زين تراجع، قال ايش ورطني؟ قال خلي أدز رسالة للرئيس الفلاني والبرلمان الفلاني حتى أكون مع حزبه وأحول مع حزبه وأخذ المغانم. وحد يفتر في سقك الكوفة وحيدا غريبا. الراوي يقول رأيته وانهزمت منه، رأيته تعب والسيف ما يقدر يشيله، يخط وياه، حذر شايل سيفه مطلع سيفه على ساعة يغدر. هذا مسلم بن عقيل. جيد، فشلت الثورة، من 70,000 ولا واحد وياه. منو كان وياه؟ هذا شوية كلام صعب، كلام ثقيل، كلام تحملوه، كلام لعله أدفع ثمنه. منو كان وياه؟ كانت وياه قيادات مؤمنة، مثل من؟ مثل شيبة الحمد مسلم ابن عوسجة. أحسنت، مسلم ابن عوسجة، حبيب ابن مظاهر الأسدي، وفلان وفلان. وين راحوا لما شافوا الثورة فشلت؟ انتقلوا، اطوا أموال للسيطرات وعبروا وراحوا مع الحسين جزاهم الله خيرا، وهم شهداء الطف وكلهم استشهدوا مع أبي عبد الله الحسين ومن أنصاره. بس شنو الفارق بينهم وبين مسلم؟ هذا أنت عيشه، دنيا قاضية، أنت عيش هذا الفارق. مسلم كان باستطاعته ومعه أموال أن يعطي الأموال للسيطرات ويعبر ويروح للحسين، والقتل مع الحسين أفضل من القتل بمفرده في الكوفة. من يقول لا؟ من يقول لا؟ من يقول لا؟ خواني أعطي فلوس وأنهزم، مثل حبيب ابن مظاهر الأسدي، مثل مسلم ابن عوسجة، مثل فلان وفلان، طلعوا وانهزموا والتحقوا بالحسين جزاهم الله خيرا واستشهدوا مع الإمام الحسين. مسلم يقدر يسويها لولا؟ مسلم أذكى وأعظم وأشرف وأنبل من حبيب ومن مسلم ابن عوسجة، وعنده أموال ويعرف طريق الكوفة ويقدر يطلع وياهم. وحبيب ابن مظاهر الأسدي يوميا متأخر وياه يتوسل بي قبل أقدامه، اطلع ويانا أما نتلك الطريق. قال له لا، بعثني الحسين أما قائدا أو مستشهدا، طريقي طريق أبو عبد الله، مو طريق مسلم ولا طريق مسلم ابن عوسجة ولا طريق حبيب. قادة التشيع عافوا مسلم وعبروا إلى الحسين. سؤال، ليش مسلم ما كان يطلع؟ كان يستطيع أن يعبر الحدود، كان يستطيع أن يرشي ويطلع، كان يستطيع. أما نول الطريق أصلا مع حبيب، كان عنده الأموال وعنده الطرق يطلع. هذا هو اللي نقول الثبات في طريق الحق وفتح طريق للأمة، اللي فتح المختار بن أبي عبيدة الثقفي للأمة، اللي أساس هذا الطريق فتح الحسين. من لحق بيستشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح. هذا الطريق اللي عشقه واشتم المختار وسار عليه مسلم بن عقيل وسار عليه السيد الشهيد، بقي فريدا وحيدا مقتولا بالشارع أمام الوجدان العراقي، ولم ينسحب من ميدان وشارع ومنبر ومنصة المسؤولية. مسلم يقدر ينسحب، ما انسحب. على المؤمن أن يمضي بطريق الله ولا ينسحب ولا يلتفت ولا يتراجع. إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه، إن وقع على الإصلاح أو وقع الإصلاح عليه، إن عرضت عليه الدنيا والأموال والمناصب والكراسي أو عرض عليه الموت كما فعله مسلم ابن عقيل، واختار أن لا يترك أرض الكوفة، واختار أن لا يتراجع، واختار أن يقتل من أن ينسحب ويقتل مع الحسين. والكل نعتقد أن القتل مع الحسين أفضل من القتل بالمفرد بالكوفة. لا، الطريق اللي أسس مسلم في الأمة أهم من الاستشهاد مع الحسين، أهم. وهذه من حلقات القرب الحسيني
مع مسلم بن عقيل، وإرشادات الحسين مع مسلم بن عقيل. هذا الطريق اللي فتحه مسلم، والثوار اللي مع مسلم أهم من أنك تقتل مع الحسين. لا، هذا الطريق للثوار وللأمة، ويعتبر مو نصر، يعتبر فتحه مسلم ابن عقيل في جسد الأمة على طلب الحقوق وعدم الانسحاب. نفس هذا الموقف بموقف أشد وأصرم وأعلى فعله أبو الفضل العباس. ولا شنو الزيارة؟ أشهد أنك لم تهن، لم تنكل، مضيت على بصيرة من أمرك، بصيرة